بص يا حبيبتي، انا السبب اللي خلاني اكلمك دلوقتي يعني ان انا عايز افهمك ان انا بالنسبه لي، يعني بالنسبه لمراخيرك ما عنديش اي مشكله مع مراخيرك والله، ولا عمرها كانت ولا هتكون عقبه في حياتنا. يعني انا كده كده انا من صغري انا كنت بتفرج على دايما كرتون اسمه نقار الخشب، كانت مراخيره كده يعني لا مؤاخذه حبيبتي شبه مراخيرك بالظبط. تمام. فانا وانا صغير للاسف دعيت ربنا ورفعت ايدي للسماء، يا رب كانت الشله قبل ما ارفعها، وقلت له يا ربي انا نفسي لما اكبر بحاجه تفكرني بطفولتي البريئه. انا حبيبتي ما كنتش عارف ان ربنا هيبعتك ليا وبراءة العالم كلها في مراخيرك. بس اهو اللي حصل، اهو اللي حصل يا حبيبتي، واي دونت جيف ا شيت، وحبيتك والله وما عنديش مشكله خالص. انا دايما مشكلتي معاكي، اسمعي بس، انا دايما مشكلتي معاكي في التفكير الغوغائي النرجسي بتاعك انت واصحابك. يعني اولا كده فتح كلام، انا مرتبط بيك انت حبيبتي مش بمركز بنات نادي الجزيره. انا بحب، انا بني ادم، انا كده، انا مش اجتماعي اصلا. انا بحب يبقى ليا خصوصياتي واقفل على نفسي ومحدش يعرف عني حاجه ايه ما بتتكلميش مع مين؟ ده انا في مره، انا عمري ما هنسى المره دي، قلت لك امي طبخه قلقاس، وانا قافش ان امي طبخه قلقاس، باخد ود معاكي في الكلام، ما انا ما هتكلم مع مين عادي. 49 بنت من صحباتك يكلموني يعزموني على الغدا، ليه هو انا لقيت؟ عادي، هم هنا في البيت حبوا القلقاس عملوه مره، انا هاكل جبن؟ مش هاكل يا ستي خالص. ليه؟ ليه صحباتك يعرفوا وبعدين كلهم كلموني في نفس الوقت؟ يعني انت دخلت فضحتيني في جروب اصلا فعلا عندك حق، ده موضوع تافه. طب ماشي خلينا نتكلم في الموضوع اللي اتكلمت فيه على الواتساب. عملت فولو البنت. اه ايه ايه المشكله؟ ايه اللي يستدعي ان انت وكل صحباتك وال 4276 اكونت فيك بتوعكم تروحوا تراقبوا البنت؟ ليه وانا عملت ايه؟ ده فولو انا ما اتقدمت لهاش، يعني مش فاهم في غيرة ايه يا ماما؟ غيرة ايه يا بنتي؟ انا عامل، انا حاسس ان زي الفرخه اللي سقطت مره واحده كده في مجاعات الصومال، والفرارجي صاحبها بيحلق عليها من كل حته. يا ست ارحمي جناحاتي، محدش بيعمل كده في الدنيا. يا نهار اسود ومهب، ده انت الاكونتات اللي فيك اللي انت عاملاها انت واصحابك دي لو ليها اصحاب حقيقيين كان زمان تعدادنا زاد مليون نسمه. نسمة ايه يا ستي؟ نسمة ايه؟ هو انت مناخيرك كبرت قفلت طبلة ودنك، انت بتسمعي من ركبك نسمة. ايه؟ انا مش مصدق. يا ستي خلاص انا مش قادر، انا مش هقدر والله انا مش قادر اكمل والله معلش. خروج وانبساط وذكريات انت هتعملي لي فيها 20؟ يعني انا ممكن اصدق ان واحد مات من نزيف حلاقه دقنه وما صدقش ان احنا هنكمل خروجه اصلا مبسوطين. ما ازاي يا حبيبتي؟ ما انا كل يوم بسمع نفس البق وتقولي لي معلش استحملني اليومين دول انا مخنوقه، استحملني 5 6 ايام دول انا عندي ظروف. ما لو احنا زي الناس الطبيعيين اللي مثلا بيفضلوا قاعدين 28 يوم مبسوطين وكويسين ويتخانقوا من بعض 5 ايام في الشهر، انا تمام ما عنديش مشكله. انما انت طول الشهر عندك ظروف وطول السنه عندك ظروف وطول السنه بنتخانق. وبعدين وبصراحه بقى اللي انا فهمته من الاعلانات اصلا يعني ان ايامك بتكون احلى في الفتره دي. لا يا ستي لا خلاص، ولا احلى ولا اوحش ولا هم بيكذبوا. انا بصي، انا هشوف لي واحده بتتخانق 5 ايام كل 6 شهور كده مثلا ولا حاجه. هو ايه اللي ازاي يا ستي؟ انا هشوف لي كلبه ناكف فيها وانا هبقى مبسوط ان شاء الله. خلاص لا خلاص، كلام خلص كلام. بص الحركه دي، ايه ده؟